زوج معظم عند الله عز وجل. يعني قد ما كان مقصر هو أفضل من ما إنه يكون غير موجود. يعني قد ما كان الإنسان يعني بوضعه المعيشي تعبان هو يسمى رجل، هو قوام على المرأة. لو كان عنده سيئات، لو كان عنده معاصي، لو عنده كذا، عليها تصبر. كل ما صبرت كان أفضل لها. قد ما كان الرجل مقصر هو عظيم عند الله عز وجل. إذا ظليتي على نفس الموضع ما راح يرفع عنك هذا الأمر. صحيح. طاعة الزوج من طاعة الله. المرأة سبحان الله صحيح. مخلوقة من ضلع أعوج، لا يمكن تستقيم، لا يمكن. هذه سنة الحياة. شو نصيحتك للشاب اللي يتجوز هلا؟ تجوز ولا لا تتجوز؟ والله أفضل إنه يتزوج. الافضل يتزوج. نعم. على هالوضع هذا انت بتلاقي حدا قادر يتزوج؟ يعني حتى لو كان الوضع شوي سيء، يعني الزواج هو يعني يحس تحصين الإنسان المسلم واستقرار له، صحيح. ويبعد عن الفتنة. يعني صحيح. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من الله استطاع منكم الباءة فليتزوج، وإن لم يستطع فعليه بالصوم. صح كلام منطقي 100%. طيب هلا نحن كثير عم نعاني، او الشباب بشكل عام بيعاني موضوع الزواج والمهر الغالي والذهب و شو ممكن تقدم له نصيحة يلي مو قادر يتزوج؟ شو يعمل؟ والله عليه بالصبر، يعني ما في امامه شيء، عليه بالصبر. يعني الانسان العيشه غاليه، لكن الحمد لله الوضع كان احسن من الاول. يعني في تغيير جدا جذري عن الوضع الاولاني، لكن البلد شوي ان شاء الله في تحسن باذن الله، والحمد لله ان شاء الله. وعليهم يعني بالصبر. كنا نحن مرينا بهالازمه هاي واحنا شباب وعانينا وتاخرنا بالزواج، وبالاخير الحمد لله اصبحنا، الله اكرمنا، اكرمنا الله عز وجل واصبحنا اجداد الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الله يحمي لك يا رب. وياكم ان شاء الله. طيب اذا بدنا نوجه نصيحة للمتزوج وقت الغضب مع زوجته، نعم. وقت الغضب والشيطان يدخل بيناتهم، نعم. شو حتكون نصيحتك إن كان للرجل أو للمرأة؟ إذا غضب الرجل يهرب من البيت أفضل شيء. أهم شيء. نعم، ما يواجهها. صح. لأن هي في غضب، نعم، بس يصير في غضب إنه لا يسكت. إذا ما استطاع أن يسكت فيذهب من البيت، يخرج من البيت أفضل له، حتى يذهب عنه الورع. أنت كشخص متزوج وعندك أحفاد وأولاد، قديش صبرك على زوجتك؟ وشو الشيء اللي أنت بيخليك تغب غضبك وقت الغضب، وقت المشاكل، بعيد عنك وبعيد المشاكل عنك؟ نحن نضع المشاكل الجانبية اللي بصبرك عليها، اللي هي العيشة الحمد لله رب العالمين، وحسن التعامل بين الزوج والزوجة. يعني هذا له: ولا تنسوا الفضل بينكم، يقول الله عز وجل. صح. قد ما فيك انت تعصب، قلنا لك بس تتذكر هذه الاشياء الحمد لله رب العالمين بتصبر نفسك ان شاء الله. صح. كل يخطئ، يعني نساء يعني ضعيفات قليلات عقل ودين، ليست بمساله، لانه هن هيك شرع الله عز وجل فيهن. المرأة لا تستطيع أن تصوم شهرها ولا تصلي شهرها بسبب العذر. يعني صح. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. طيب هلا نحن إذا بدنا نوجه رسالة للنساء يلي وضع أزواجهم حاليا صعب، في رجال عم تطلع من الصبح لآخر الليل بتعب، بكبد، وبيرجع على بيته بيلاقي من زوجته إن كان مشاكل، قلب خلقة، خناق، بدها مصاريف زيادة. شو نصيحتك لهي الزوجة اللي هي مستورة ببيتها ولكن عندها مشاكل مع زوجها بهالموضوع، والشخص عم يعاني، زوجها عم يعاني، ولكن لا حول ولا قوة؟ زوج معظم عند الله عز وجل. يعني قد ما كان مقصر هو أفضل من ما إنه يكون غير موجود. صحيح. يعني عليه أن يصبر وأن يحتسبه. يعني قد ما كان الإنسان يعني بوضعه المعيشي تعبان هو يسمى رجل، هو قوام على المرأة. فالمرأة اللي يعني كل ما صبرت على زوجها فهي طاعة على الله ورسوله عز وجل. صح. لو حتى كان عنده سيئات، لو كان عنده معاصي، لو عنده كذا، عليها تصبر. كل ما صبرت كان أفضل لها. أحيانا بتلاقي زوجة تفضل في بيت أبوها تصبر على الفقر والقلة لما تروح على بيت زوجها تلاقي اختلفت، صارت تنق متطلبات. هذا النوع مثلا من النساء نحن ممكن نقدم لهم نصيحة ليتذكروا أيام بيت أهلهم وبيت أبوها اللي كان مثلا مو قادر، ولا ببيت زوجك صرت تعملي له مشاكل لأنه ما عم بيقدر يقدم لك، والوضع أنت عم تشوفيه إنه عم يشتغل ولكن ما عم يطلع بإيده. ان شاء الله. يعني بظن وصلتك فكرتي اللي انا بدي اوصلها. نعم. يعني اي بنت كانت عايشه عند اهلها ممكن تكون عايشه برفاه وبنين الحمد لله وعيشه جيده جدا. صح. يعني عندك هي امام خيارين، يعني انما هي تصبر لان هي صارت في بيت الزوجيه، ما عاش الوضع صار مثل عند ابوها، هلا صار في معيشه وفي مسؤوليه. صحيح. وصار في امتحان بين الاثنين. يعني هي امام امتحان، الا من تصبر وتحتسب وتتحمل، طبعا في ضمن طاقه معينه. مو نقول الرجل السيء يعني يظل يعني يسيء لاهله وبعدين تصبر. هاي الامور تنحل ببعض البعض الحمد لله. وعليه ان اولا يتقي الله في الرجال. قد ما كان الرجل مقصر هو عظيم عند الله عز وجل. انا ما اقول هذا الكلام لاني رجل، لا،
ولا هذه نصيحة لكل النساء المسلمين عامة وأهل الشام خاصة. صح. الحمد لله نحن كنا في بلاء عظيم رفع الله عنا هذا البلاء. الحمد لله. نعم البلاء ينزل بذنب ويرفع بتوبة. صح. فالحمد لله ما نزل هذا البلاء إلا بذنب ويرفع بتوبة. والمرأة إذا ظليتي على نفس الموضع ما راح يرفع عنك هذا الأمر. صحيح صحيح. طاعة الزوج من طاعة الله. بنفس الوقت نحن نوجه نصيحة للزوج كمان بالرأفة نعم. بالزوجة. نعم. وبالرحمة بالزوجة والأطفال، لأنه كمان نحن بنعاني بموضوع الزوج اللي بيكون أصلا في بيته غضوب وهو بيحب المشاكل و فنحن بنوجه كمان نصيحة، ليس نصيحتنا فقط للنساء ولكن للرجال أيضا. نعم. مثل ما هي لا حق عليه هو له حق عليها. صحيح. والحق الاثنين على بعض، أن يتقي الله فيها أول شغلة. صحيح صحيح. وأن ينفق عليها بما أمره الله عز وجل. يعني انفاق الرجل على المرأة يعني فيه خلاف عند أهل العلم، يعني في بعض الأمور الأساسية هو من حقه أن ينفق عليها، وبعض الأمور مو من حقه ينفق عليها. صحيح. لأنه الله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، أي إذا في تعاون بين الزوج. نعم هو قوام عليها بكل شيء ومن حقه أنه هو يأخذ حقه منها وهي تأخذ حقها منه، لكن عليه أن يتقي الله فيها. لأن هي هذه قال عليه الصلاة والسلام استوصيكم بالنساء خيرا. أي يعني الإنسان هذه المرأة خلقت من ضلع أعوج فعليه أن يصبر عليها. يعني قد ما حاولت أنك تسوي إن قومت يعني ما فيك، لأنه هي مرأة سبحان الله. صحيح. مخلوقة صحيح. من ضلع أعوج لا يمكن تستقيم، لا يمكن. هذه سنة الحياة. صحيح. عليه أن صحيح. يتقي الله فيها ويتحملها ويتحملوا بعض الاثنين إن شاء الله. إذا بدك أنت أسئلة ثانية يكون فيها نوع من الفرح والضحك هذه ممكن يجيبها أحد غيري إن شاء الله. إن شاء الله. ولكن نحن جدا جدا سعيدين بأجوبتك السليمة ومن عقل سليم نعتبرها. الحمد لله. ونصيحتك شكرا جدا لك على النصيحة، بركي بتصل لكثير شباب ولكثير نساء ولكثير أزواج. نعم. ونحن جدا انبسطنا بمقابلة معك ويعطيك ألف عافية. شكرا لك. السلام عليكم. يعطيك العافية.